بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا النهاردة إن شاء الله مميزة جدا. هنعمل التوست الأسمر أو التوست بدقيق الحبة الكاملة. والحقيقة أنا عملته قبل كده، بس بصراحة كانت خطوات كتير شوية. ففكرت إن أنا أعمله بطريقة سهلة جدا، وخطوة واحدة بس في العجين. وطبعا المكونات عبارة عن دقيق ومية وخميرة، يعني مفيش أبسط من كده. كمان اقتصادي جدا، يعني تقريبا انا عملت القالب ده كله بحوالي نص كيلو من دي الحبة الكاملة. يعني القالب ده كله تكلفته بسيطة جدا. اهم حاجة تعرفي القالب بتاعك بياخد كام كوباية من الدقيق، وطبعا بتحسبي المقادير على الاساس ده. هتعمليه ان شاء الله كده بكل سهولة، وهيطلع ناجح معاكي وهش وخفيف. نسمي الله بقى كده ونبدأ ان شاء الله مع بعض الخطوات. اول حاجة استخدمت دقيق الحبة الكاملة، واخدت 5 كوبايات بالظبط، لان انا طبعا عارفة معيار القالب بتاعي بياخد تقريبا من 4 ل5 كوبايات من الدقيق. طبعا القالب ده ليه غطا، فالتسوية بتكون مزدوجة من تحت ومن فوق في نفس الوقت. ضفت معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وضفت كمان معلقة كبيرة من الخل، وربع معلقة صغيرة من الملح. ومعيار المية طبعا على حسب الدقيق ما بياخد معاكي، لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. أنا ضفت هنا كوباية وبعد كده بقلب. وهنا حسيت إن الدقيق لسه محتاج سوائل، فضفت كوباية كاملة كمان. يبقى كده المقدار بالظبط أخد معايا كوبايتين من المية الدافية، يعني 5 كوبايات دقيق بالظبط، كوبايتين مية. بعجن كويس جدا، وبرضو لو احتاجنا مية زيادة، بس بصراحة المقدار ده ظبط معايا جدا. شوفوا بعجن بقى لحد ما العجينة تنعم معايا تماما. بضيف هنا ربع كوباية من الزيت. تقدري برضو تستخدمي زبدة، وتسيحيها كده وتضيفيها على العجين، وتبدأي برضو تقلبي. هتلاقي العجينة فكت معاكي، وبعد كده بتلم وبتنعم. سبت بقى العجينة شوية، يعني بصراحة أنا ما خمرتهاش كتير، يعني بالظبط كده 10 دقايق. بدهن القالب اللي أنا هستخدمه بالزبدة، وممكن برضو بالزيت، وبدهن الغطا كمان. وهنا جهزت حبوب، يعني هنا شوفان، بذور اليقطين، كمان سمسم، حبة البركة كمية صغيرة. بقلبهم مع بعض كده بجهزهم. والعجينة هنا ببدأ أفردها. شوفوا يعني هي ما خمرتش قوي، انا التخمير كله هيبقى في القالب. بس تقدري برضو تسيبيها نص ساعة او ساعة براحتك خالص. باخد هنا مقاس القالب، وببدأ افرد العجينة. يعني افرديها كده على قد ما تقدري على شكل مستطيل، يكون العرض بالظبط مقاس القالب. وببدأ ألف العجينة رول. شوفوا العجينة هنا طرية شوية، يعني بتلزق بس متماسكة، يعني بقدر ان انا الفها. وبعد كده ببدأ ألم الأطراف على بعض. شوفوا التلزيقة دي مهمة، عشان البذور اللي أنا هضيفها على التوست تتماسك على الوش. بنزل العجينة في القالب، وببدأ أضغط عليها، عشان احنا عايزين شكل التوست يكون مربع.
تقدري هنا برضو تدهني الوش لبن، بس بصراحة انا بخاف شوية من السوائل عشان التوست ما يتحرقش معانا. انا بحاول كده اضيف البذور واضغط عليها. زي ما احنا شايفين شكلها حلو قوي. هغطي بقى القالب يعني حوالي نص ساعة، او يعني على حسب طبعا درجة حرارة الجو. هو بالظبط اخد معايا نص ساعة. شوفوا العجينة اختمرت تماما. طبعا زي ما احنا شفنا وانا بضيف العجينة في القالب تقريبا كانت اقل من نصه بالظبط. شوفوا ملت القالب تماما. بدخل القالب الفرن على درجة حرارة 180 أو 200، وهنحطه في الرف الأوسط. وطبعا نقلب القالب كذا مرة، يعني أنا بقلبه بعد بالظبط ربع ساعة. بقلبه على كل ناحية شوية عشان ياخد لون موحد، وده ميزة بصراحة القالب اللي بالغطا. بياخد حوالي نص ساعة، أو يعني ممكن أزود 5 دقايق كمان عشان اضمن التسوية الكاملة، لان طبعا حجم القالب كبير، والتسوية بتكون مرتبطة برضو بحجم القالب. لو صغير شوية ممكن ياخد مدة اقل، وكمان بتبقى درجة الحرارة اعلى من كده. فبصراحة درجة الحرارة كانت مناسبة جدا، 180 او 200. بيطلع بقى بالشكل التحفة ده متماسك. على فكرة هو هنا لسه سخن. ممكن طبعا تسيبيه لتاني يوم بيبقى افضل، وبتقدري تقطعيه شرايح رفيعة زي ما تحبي. انما بصراحة انا قطعته على طول. بس بصراحة كان متماسك، وكمان الوش كده مقرمش. شو بقى لما نقطع قطعة من التوست، شوفوا هش جدا. بجد طلع حلو قوي وخفيف كده لما بقطعه. تقدري برضو تشيلي القالب كله في الفريزر وتقطعي زي ما تحبي كده اول باول. وكمان بتقدري تتحكمي في سمك قطعة التوست لما بيكون مجمد. يعني انا قطعته سميك شوية. شوفوا انا بقطعه لسه سخن. طبعا تقدري بقى تحتفظي بالكمية اللي قطعتيها في الفريزر في علبة كده، او في اكياس، وتخرجيها طبعا تحمصيه بقى، او تسخنيه في الفرن او في الميكروويف، او في الاير فراير، يعني زي ما تحبي. ممكن تعملي بيه سندوتشات لاولادك كده في الفطار او في العشاء. صحي ومفيد، وبصراحة جميل جدا عن العيش الابيض. وده احسن اختيار لولادنا دلوقتي، التوست او المخبوزات بالدقيق الاسمر او دقيق الحبة الكاملة. شو بقى جميل جدا. والقالب عمل كمية كبيرة. شوفوا يعني انا بعد ما قطعت الكمية دي باقي تقريبا اكتر من التلت. بتمنى بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تشوفوا باقي الوصفات اللي انا عملتها بدقيق الحبة الكاملة. الوصفات كلها موجودة عندي على القناة. ما تنسوش بقى اللي مشتركش في قناتي ينزل اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة أول بأول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.